السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امنعوا أولادكم عن أكل البطاطس الشيبسي. عايز اعمل اللي في البيت، اعمل في البيت. هتيجي تقول لي أصل اللي في البيت طعمه مش زي طعم المحلات، طبعًا لأن اللي في البيت صحّي. شوف الشيبسي ماله مولّع إزاي، بتاع البيت مش هيبقى مولّع كده. طب ده مولّع ليه؟ لأن إحنا بنستخدم الزيت في المصانع أكتر من مرّة، ليه؟ علشان بيدّي طعم حلو للشيبسي، الطعم اللي الناس متعودة عليه. لكن الزيت الكويس اللي في البيت مش هيدّي نفس الطعم، زي الطعمية بالضبط. هات عجينة الطعمية اللي في المحل واعملها عندك في البيت مش هتدّيك نفس الطعم اللي برّه. ليه؟ لأن أنت بتستخدم زيت صحّي، زيت كويس، اللي برّه بيقلي فيه كتير جدًا، علشان كده بيدّي لك الطعم بتاع الطعمية اللي إحنا متعودين عليه. طب الشيبسي ليه بيشتغل بالطريقه دي كده؟ لان امره طبيعي، لان الشيبسي عباره عن بطاطس بس؟ لا، ده بطاطس وعن كميه كبيره من الزيت النباتي اللي بتقلي فيها، وبيستخدم اكتر من مره. والزيت النباتي ده لما بيستخدم اكتر من مره بيؤدي الى انتاج ماده اسمها الاكريلاميد. الماده دي مسببه للسرطان، وخصوصا ان البطاطس اساسا عباره عن ايه؟ كربوهيدرات وسكر، والمادتين دول بيؤدي الى انتشار السرطان. ربنا يعافينا كلنا. فمع اضافه الزيوت ووجود كمان محسنات طعم ونكهات ومواد حافظه، كل الحاجات دي بتعمل على فقدان الشهيه للطفل، وضعف المناعه جدا للطفل، والتاثير على صحه الدماغ. يبقى الولد عنده هايبر كده، ما هايبر، صحه الدماغ مش مظبوطه. فنطلع بايه؟ نطلع ان الشيبس ده خطر جدا على صحه اولادنا، والمفروض نمنعه. مفيش حاجه اسمها كيس كل اسبوع، اعمل في البيت ويتعود على طعم البيت. ليه؟ لأن الشيبس ده بيعرض الأطفال لأمراض القلب، بيعرضهم للسرطان، بيعرضهم لزيادة الوزن وأمراض السمنة المفرطة مع فقدان للشهية. بيعرضهم كمان المعدة، بيعرضها للالتهاب والحموضة، وكمان الجهاز الهضمي وانتفاخ البطن من المواد الحافظة والنكهات والحاجات دي كلها. كمان بيأثر على صحة الدماغ بالنسبة للأطفال. يبقى احنا قلنا أمراض القلب والمناعة طبعا بتبقى ضعيفة جدا بالنسبة للأطفال. روح لأي أي حد كده في عيادة، ما تاكلش شيبسي علشان خاطر المناعه بتاعتك. لما يكون حد تعبان ابعد عن الشيبسيهات، ابعد عن اي حاجه تشتريها من بره فيها محسنات طعم، فيها مواد حافظه، فيها شيبسيهات، فيها كميه زيوت رهيبه. اي حاجه مقرمشه معرضه للي احنا قلنا عليه ده كله. يعني بس مش البطاطس والكاراتيه، اي حاجه مقرمشه. عايز بقى حاجه عندك الذره، اللي هو اسمه ده الفشار، جميل جدا وصحي جدا، ونسبه زيت ايه ده؟ نقطه زيت. لكن الحاجات التانية دي بتؤدي الى كوارث بالنسبه للاطفال، والاطفال يطلعوا مش سويين ويطلعوا تعبانين، وامراض الدنيا كلها عندهم، ولو عدوا من مرحله الطفوله بيلاقوا بلاوي بعد كده. فنبعد يا جماعه عن الشيبسيهات اللي بتتحرق بالطريقه دي. مش زي ما ده شيبسي، ده شيبسي. ليه يعني؟ حرام على الناس دي، والله العظيم الناس دي بتقتل اطفالنا، بتدمر اطفالنا، واحنا مبسوطين. ليه؟ الولد بيعيط فبنراضيه بكيس شيبسي علشان يسكت، علشان نكافئه، عشان نشوف الفرحه في عينيه. فرحه اللي في عينيه دي هتوديه في داهيه. ايه الفرحه دي؟ احنا للدرجه دي بقى ما فيش عندنا تفكير للدرجه دي يعني؟ لا يا عم، وفر فلوسك، وفر صحه، حافظ على صحه ابنك، خليه يطلع سليم ويطلع ذكي ويطلع كويس. الولاد لما نبعدهم عن المحلات شهر وشهرين، والله بنلاقيهم طبيعيين جدا وكويسين ومحترمين. يرجع للمحلات عندهم شراهه، لو جابوا مره واحده يبقوا عايزين 10 في اليوم، كيس 2 3. تيجي عشان ياكل ما ياكلش طول اليوم، نفسه مسدوده خالص. لكن اهم حاجه عنده ينزل يجيب كيس الشيبسي ياكله، كيس الكاراتيه ياكله، ينوع بقى. والكوارث دي امراض امراض امراض. خلي بالكم يا جماعه، ونبعد عن البطاطس، ونبعد عن الشيبسيهات، ونبعد عن اي حاجه مقرمشه بره البيت. اعمل كل حاجه عندك في البيت، على الاقل يبقى الزيت صحي وكويس ويتقلى بيه مره او مرتين. نحافظ على اولادنا، على الاقل انت مش هتحط كمان محسنات طعم، مش هتحط مواد حافظه، املاح غير صحيه، مش هتحط كل الحاجات دي اللي موجوده في الشيبسي. وربنا يا رب يحفظ اطفالنا ويعافيهم يا رب، وينتقم من اي حد عايز ضرر لاولادنا. والسلام عليكم.